في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على اخبار الرجاء سواء بخصوص الانتدابات او لا حتى بخصوص جمع العام وحتى المباراة اللي غتكون غدا ان شاء الله. في البداية فيما يتعلق بالمهاجم رياض بن عياد اللي كان لعب مع الرجاء السنة الماضية كمعار من فريق الترجي الرياضي، هناك أخبار أنه ما باغيش يرجع للدوري الاحترافي المغربي وكيفضل الانتقال لأحد الأندية الجزائرية. معلوم بطبيعة الحال أن اللاعب كيتقاضى واحد المنحة سنوية كبيرة تتفوق 500 مليون سنتيم سنويا. مازيمبي كيعلن الحرب على النادي الإفريقي بعد التوقيع ديالو اللاعب كينزومبي وناوي أنه يرفع دعوة للفيفا. يذكر أن الرجاء فضل أنه ما يغامرش مع هذا اللاعب حيث هناك أخبار على أنه عدو جوج ديال العقود مع فريقين وعدو جوج تواريخ زديات في الوثائق ديالو. دونك الرجاء فسخ العقد اللي كان تيربطو مع كانزومبي. هناك أخبار على أن الرجاء الرياضي في مفاوضات متقدمة مع نادي العين من أجل ضم مهدي مبارك على شكل إعارة. بخصوص الجمع العام هناك أخبار أن المنخرطين في المجموعة ديالهم كيطالبوا بتأجيل الجمع العام لعدة أسباب كيشوفوها أنها منطقية من أجل مصلحة الرجاء بشكل كبير. ومن بين الأسباب اللي كيقولوها أولا إمكانية عدم اكتمال النصاب القانوني بحكم أن أغلب المنخرطين متواجدين بعطلة وجزء كبير خارج الدار البيضاء، يعني غيكون ضعف في التحضير لهذا الجمع العام. ثانيا من الأفضل أنه يركز المكتب المسير على الملفات الآنية والهامة للفريق الأول وأهمها الانتدابات والدور التمهيدي لعصبة الأبطال وانطلاق مشروع ديال الفئات السنية وكذلك انتدابات ديال الفروع والتحضير لبداية البطولة في مختلف الفئات. ثالثا في حالة إجراء الجمع العام في 31 غشت سيلتجئ الجميع لجمع التوافقات وإعداد اللوائح وتيقولوا أنه غيترتب على هذا الشيء صراعات شخصية وغيتم إهمال التحضيرات ديال الرجاء. رابعا في صالح الديمقراطية بالنادي أيضا غيسمح الوقت الكافي باش يظهروا مجموعة ديال المرشحين وغيكون الوقت الكافي لكل مرشح باش يدير واحد المشروع رياضي ومالي. هناك أخبار على أن المنخرطين تيقترحوا التأجيل ديال الجمع العام لمدة 15 يوم، يعني حتى منتصف شهر شتنبر، في انتظار أصلا واش غيتم الإجماع على هذا القرار واش غتم الموافقة ديال المكتب المسير. البارح جا المهدي موهوب بالأكاديمية ديال الرجاء باش يودع المكونات ديال الفريق في أجواء كانت جميلة، وودع أيضا الجماهير في فيديو على الصفحات ديال الرجاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك أخبار على أنه أعلن على التنازل على النص ديال المستحقات ديالو وبالضبط 60 مليون بخصوص المباراة ديال الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا. غيواجه الرجاء الرياضي نادي الحرس الوطني النيجيري غدا إن شاء الله الدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال. الميركاتو ديال الرجاء شهد التعاقد مع كينزومبي ومن بعد تم الفسخ ديال التعاقد ديالو، وزيزي اللي جاب توصية من جوزيف زينباور. هناك أخبار على أن زيزي وقع العقود ولكن ما تمش الترسيم ديالها من طرف الرجاء. أيضا تم التعاقد مع عبد الكريم باعدي وعمامه وهلال الفردوسي وحتى الحارس الحرار. الرجاء غيلعب دون تسجيل هذه الصفقات الصيفية سواء في الذهاب أو حتى الإياب نظرا لأنه ما تمش التسجيل ديالها في لائحة الدور التمهيدي في الوقت اللي كان معطي. ومن بعد إن شاء الله إلا تم رفع ديال المنع غادي يتم التسجيل ديالهم فيما بعد في حال تأهل بطبيعة الحال. الميركاتو ديال الفريق ما كملش. بالنسبة للمباراة راه غيكون طاقم تحكيم من مالاوي قيادة حكم الوسط فيليب نخانانغا غدا السبت مع الربعاء إن شاء الله. بالنسبة للبعثة ديال الرجاء راه وصلت للعاصمة ديال النيجر نيامي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة. تنتمنى أن كل الأمور هادئة تما وترجع البعثة ديال الرجاء سالمة غانمة ويتم الانتصار على نادي الحرس ويتم التكريس ديال ذاك الانتصار هنا في الدار البيضاء من أجل التأهل للدور القادم ولما لا تتويج بهذا اللقب القاري الغالي بالنسبة للجماهير الرجاوية.